كاينين بزاف ديال الناس كيعيشوا الألم بصمت، كيضحكوا قدام الناس، كيخدموا، كيديروا واجباتهم اليومية وبان عليهم كل شي عادي. ولكن من الداخل كاين واحد الثقل كبير، واحد الحزن اللي ما تخرجش، واحد الكلام اللي بقى محبوس، واحد الدموع اللي ما نزلاتش. بعض الناس من الصغر تعلموا باللي التعبير على المشاعر ضعف. إلا بكيت راك ضعيف، إلا قلتي متألم راك كدير المشاكل، إلا عبرتي على الغضب ديالك راك قليل التربية. وهكا كيكبروا وهم كيجمعوا كل شي في داخل ديالهم: الزعل، الخيبة، القهر، الصدمة، الخوف، حتى كيولي القلب عامر والجسد هو اللي كيبدا يهضر بلا ما ننتبهوا. العلم اليوم كيهضر بزاف على العلاقة بين النفس والجسد. كاين أمراض عضوية كثيرة اللي ممكن تتفاقم أو تبان بسبب الضغط النفسي المزمن وكبت المشاعر. ماشي بمعنى أن كل مرض سببه نفسي، ولكن النفس كتأثر بزاف على الجسد. مثلا شي واحد عايش سنوات وهو كيكتم القهر ديالو، كيسكت على الإهانة، على المشاكل الزوجية، على الضغط في الخدمة، على فقدان شخص عزيز، فجأة كيبدا يشكي من صداع مزمن، ألم المعدة والقولون، ضيق في التنفس، تسارع ضربات القلب، الأرق، توتر في العضلات، ضعف المناعة، وحتى أمراض جلدية بحال الأكزيما أو تساقط الشعر. الجسد مرات كيدير الدور ديال اللسان. إلى المشاعر ما خرجاتش بالكلام كتخرج بالألم. تخيلي واحد المرأة كتعيش حزن كبير، ولكن كل نهار كتقول خاصني نصبر، ماشي وقتي باش نضعف، ما عندي مع من نهضر، إلا عبرت غادي يقولوا عليا كندير الدراما. مع الوقت هاد الحزن ما كيبقاش غير إحساس، كيولي توتر دائم داخل الجسم. الجسم كيبقى عايش بحال إلا كاين خطر مستمر، هرمونات التوتر كتبقى طالعة، والنوم كيتخربق، والهضم كيختل، والطاقة كتنقص. وشي نهار كتفيق كتلقى راسك مريضة وهي ما عارفة حتى مين بدا كل شي. المشاعر النفسية ممكن يكون عندها أثر حقيقي على الجسد، خصوصا إلا بقات مكبوتة لفترة طويلة. هاد الشي ما كيعنيش أن أي وجع عندك سببه نفسي، ولكن كيعني أن تجاهل الألم الداخلي ماشي بلا ثمن. البكاء ماشي ضعف، طلب المساعدة ماشي عيب، الاعتراف بأنك موجوع ماشي فشل. مرات الإنسان ما محتاج حل فوري، محتاج غير شي حد يسمعه بلا حكم، محتاج يقول أنا عييت، أنا مجروح، أنا ما بقيتش قادر نتحمل. وهاد الجملة البسيطة يمكن تنقذ سنوات ديال الصمت. حتى اللي عندهم ديبرسيون إلا ما تعالجوش يقدر يبان أثرهم جسديا: وجع، إرهاق، مشاكل هضم، خفقان. وهذا الشيء موثق في الدراسات الطبية. الرسالة المهمة هي إلا كنتي كتسكت بزاف وكتكبت كل شيء وكتقول غادي ندوزها بوحدي، راه الجسد ديالك يمكن بدا يطلب الانتباه بطريقة أخرى. تكلم، كتب، بكي، سير عند مختص نفسي، خرج اللي في الداخل ديالك قبل ما يولي الألم ساكن في الجسد ديالك. لأن الحزن إلا ما تهدرش عليه مرات ما كيمشيش، غير كيتحول لثقل في الصدر، الأرق في الليل، التعب بلا سبب، الوجع ما لقاوش الأطباء سبب واضح ليه، حيث الجسد في بعض الأحيان كيهضر باسم المشاعر اللي حبسناها سنين.